حفنة زبيب ممكن تغير جسمك. السر الحلو اللي بيتهموه ظلماً إنه سكر قاتل. في وقت بقى فيه أي طعم حلو متهم جاهز على قفص الاتهام، يظهر الزبيب كمتهم بريء، بل هو بطل صحي متخفي. حبات صغيرة من العنب المجفف، لكنها شايلة كنز غذائي ما يتوقعوش كتير من الناس، وبتعمل شغل تقيل في الجسم من أول الهضم لحد القلب والدم والمناعة. القصة الطريفة: واحد كان فاكر الزبيب دلع شاي بس، جرب ياكل حفنة كل يوم بدل الحلويات، وبعد أسبوعين لاحظ إنه بطل يعاني من إمساك، نشاطه زاد وبقى أقل جوع للحلويات. النتيجة: اكتشف إن الحلو مش دايماً عدو، أحياناً بيكون علاج. ليه الزبيب مش مجرد تسلية؟ ينقذ جهازك الهضمي من الكسل. الزبيب مليان ألياف طبيعية بتشتغل كمكنسة للأمعاء، بتنظم الهضم وبتقلل الإمساك، خصوصاً لو اتاكل مع مية كفاية. عدو صامت للأنيميا، مصدر طبيعي للحديد، بيساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ورفع الهيموجلوبين، وبيقلل الإحساس بالإرهاق والدوخة. صديق القلب وضغط الدم، بفضل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، الزبيب بيساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، وده بيحمي القلب على المدى الطويل. عظام أقوى وطاقة أسرع، الكالسيوم والبورون بيدعموا صحة العظام والأسنان، والسكريات الطبيعية بتدي طاقة سريعة من غير الانهيار المفاجئ اللي بيحصل مع السكر الصناعي. بشرة أنظف ومناعة أشد، مضادات الأكسدة بتحارب تلف الخلايا، تدي نضارة للبشرة وتدعم المناعة ضد الالتهابات. التحذير اللي محدش بيقوله: الزبيب صحي بس مش بلا حدود، الإفراط فيه ممكن يرفع السكر في الدم، وده مهم جدا لمرضى السكري أو اللي عاملين دايت. في حفنة صغيرة في اليوم يعني فايدة. إكس طبق كامل يعني مشكلة. إزاي تاكله من غير ملل؟ مع الشوفان أو الزبادي، في سلطة فواكه، كوجبة خفيفة بدل البسكويت، قبل التمرين للطاقة السريعة. الخلاصة: الزبيب مثال واضح إن الطبيعة أذكى من أي مصنع سكر، بديل صحي، عملي، وطعمه حلو بس بعقل. حفنة زبيب ممكن تغير جسمك. السر الحلو اللي بيتهموه ظلماً إنه سكر قاتل. في وقت بقى فيه أي طعم حلو متهم جاهز على قفص الاتهام، يظهر الزبيب كمتهم بريء، بل وبطل صحي متخفي. حبات صغيرة من العنب المجفف، لكنها شايلة كنز غذائي ما يتوقعوش كتير من الناس، وبتعمل شغل تقيل في الجسم من أول الهضم لحد القلب والدم والمناعة. القصة الطريفة: واحد كان فاكر الزبيب دلع شاي بس، جرب ياكل حفنة كل يوم بدل الحلويات، وبعد أسبوعين لاحظ إنه بطل يعاني من إمساك، نشاطه زاد وبقى أقل جوع للحلويات. النتيجة: اكتشف إن الحلو مش دايماً عدو، أحياناً بيكون علاج. ليه الزبيب مش مجرد تسلية؟ ينقذ جهازك الهضمي من الكسل. الزبيب مليان ألياف طبيعية بتشتغل كمكنسة للأمعاء، بتنظم الهضم وبتقلل الإمساك، خصوصاً لو اتاكل مع مية كفاية. عدو صامت للأنيميا، مصدر طبيعي للحديد، بيساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ورفع الهيموجلوبين، وبيقلل الإحساس بالإرهاق والدوخة. صديق القلب وضغط الدم، بفضل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، الزبيب بيساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، وده بيحمي القلب على المدى الطويل. عظام أقوى وطاقة أسرع، الكالسيوم والبورون بيدعموا صحة العظام والأسنان، والسكريات الطبيعية بتدي طاقة سريعة من غير الانهيار المفاجئ اللي بيحصل مع السكر الصناعي. بشرة أنظف ومناعة أشد، مضادات الأكسدة بتحارب تلف الخلايا، تدي نضارة للبشرة وتدعم المناعة ضد الالتهابات. التحذير اللي محدش بيقوله: الزبيب صحي بس مش بلا حدود، الإفراط فيه ممكن يرفع السكر في الدم، وده مهم جدا لمرضى السكري أو اللي عاملين دايت. في حفنة صغيرة في اليوم يعني فايدة. إكس طبق كامل يعني مشكلة. إزاي تاكله من غير ملل؟ مع الشوفان أو الزبادي، في سلطة فواكه، كوجبة خفيفة بدل البسكويت، قبل التمرين للطاقة السريعة. الخلاصة: الزبيب مثال واضح إن الطبيعة أذكى من أي مصنع سكر، بديل صحي، عملي، وطعمه حلو بس بعقل.